السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم فرخة على البخار مع رز بسمتي جميلة جدا بطريقة جديدة. هنعملها مع بعض. يلا بينا نشوف هنعمل بايه. عندي رز بسمتي كالعادة منقوع، ولازم يتنقع عشان الرز بتاعه يبقى مفلفل ويتضاعف. ده مج ازاز. وعندي فرخة جاهزة متبلة، بتبقى متبلة بالشطة والبابريكا، وكذا مرة عملناها مع بعض، وكمان ملح وشوية بهارات. بتبقى جميلة جدا ورهيبة. احنا بنجيبها هنا جاهزة، وهنبدأ كده نحط في قدر معلقة سمنة فلاحي كبيرة، ونبدأ نحط الفرخة فيها ونشوح. وانت بتشوحيها لازم تلفيها كده عشان ما تتحرقش من مكان والمكان التاني لا. لازم تشوحيها تشويح كويس، لان بعد كده هنسويها على البخار. الطريقة بتاعتها جديدة، وبدل ما تجيبي الجهاز اللي بتسوي فيه الفراخ على الضغط، فاحنا هنسويها في حلة. ودي حاجة جديدة، وطعمها بيبقى رهيب وجميل جدا. وبتحتفظي باللحمة بتاعة الفرخة طرية كده وجوسي، بتبقى جميلة جدا. احنا كده حطينا الورق اللورا والبهارات الناشفة اللي احنا كنا حطينا حبهان مستكة ورق لورا، وكمان قرنفل وكوبيبة صيني حطينا كده، وفلفل اسود حصى. حطينا كله، وهنسيب الفرخة بعد ما شوحناها تستوي. هغطيها طبعا، مش هتستوي، يا دوبك بس تغلي. وعندي الرز اهو، هنبدأ بقى ايه نحطه. بصوا كده يا دوبك بس غلت. وبعد ما غلت هنعمل ايه؟ هنبدأ نحط الطريقة بقى بتاعتنا. اوريكم هحطها ازاي. جبت كده بولة وحطيتها في النص لانها تستوي على البخار، وهنحط الرز بعد ما نصفيه داير ما يدور. داير ما يدور حوالين البولة اللي محطوطة، او احنا السلطانية. ماشي. تبقى كده الفرخة هتستوي على الايه البخار. بس احنا زي ما وريتكم لازم تغلي الاول في الشوربة بتاعتها عشان تطعم في الرز. يا دوبك بس تغلي، تحطي الطبق كده وتحطي عليه الفرخ. هتنزلي بقى الرز داير ما يدور. وبحب اوريها لكم اهي مرة واتنين وتلاتة عشان تبقوا عارفين. لغاية الرز بتاعنا ما يبدأ يغلي. وبعد ما غلى اهو شربت السوائل بتاعته، هنغطي عليه ونسيبه بقى لغاية ما يستوي. بصوا الرز بتاعنا ما شاء الله استوى بقى نسري. نسري يعني كل حباية بقت بعيد عن الحباية التانية، وريحته جميلة جدا وطعم رهيب. والفرخة بتاعتنا برضو استوت اهي، بسم الله ما شاء الله، على البخار. شايفين ما شاء الله مستوية ازاي؟ مستوية جدا جدا. وزبدة. يلا بينا بقى نحط بقى الرز. ادي الرز كمان بوريهولكم مكان ما شلت البولة. يلا بينا غرفنا الرز اهو في الطبق، وما شاء الله كمية وفيرة. شايفين الطبق كده على اخره، فحط كده في النص كده حفرة فيها رز كده بسيط عشان خاطر اوريكم ان هو نسري. وبعدين نسويه ونبدأ نحط الفرخة فوقيه. طبعا تحت الفرخة نحطش كتير عشان الناس تعرف تاكل. ويلا بينا بقى نضيف عليه كده الفرخة من فوق بعد ما اتصفت. اهي الفرخة حطيناها، وادي الرز بسم الله ما شاء الله جميل جدا، ريحته رهيبة، طعمه خطير. لما دقته جربوا الطريقة بتاعتي وقولوا لي هتعملوا ايه. من غير جهاز من غير اي حاجة، سويناها على البخار، جميلة جدا روعة ورهيبة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. يلا باي باي.